السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كده تركيبة أو وصفة لطرد الأرواح الشريرة، الجن، الحسد، السحر من البيت. طبعا كلنا مؤمنين إن ده موجود وربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، وفي ناس ربنا سلط شيطانها عليها وسلط عليها نفسها إنها تبقى، ربنا جعلها كده يعني ابتلاء للناس، أذية. واحدة مخنوقة من واحدة زهقانة من واحدة متغاظة عشان ابنها، ابن سلفتها معرفش أحسن من ابنها ولا ابن أختها أحسن. فالناس والعياذ بالله بقت أرواحها وأنفسها ما يعلم بهم إلا الله. فالوصفة دي، الروايح اللي أنا هقول لكم عليها دي، أنا شخصيا جربتها في بيتي. بتعمليها من الظهر للعصر، بتفتحي الشبابيك كلها. الروايح اللي انا هحطها دي بيكرهها الجن، تمام. الريحه بتكره، فتلاقي بيتك بقى هادي كده. لو عندك ولد شقي، بنت شقيه، ابنك مستعصي عليكي، مشاكل بينك وبين زوجك، حد من في ولاد مش متوفقين في الدراسه، في واحده من البنات مثلا تاخرت شويه في شغل او في زواج، الحاجه الوصفه دي بتمنع اي روح خبيثة من البيت، وكمان بتطهر البيت من الحسد والسحر طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومفيش حاجة طبعا احنا جايبينها من دماغنا، كلها وصفات نبوية. انا عندي ورق لورا او ورق الغار، هجيب 3 ورقات. عندي صدر مطحون، بس تتأكدي ان هو اصلي، يعني ما في صدر مطحون مغشوش، تمام. ادي كده معلقه صدر مطحون. عندي كمان حبه البركه، وحبه البركه دي وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليها الحبه السوداء هي شفاء من كل داء. الجن بيكره ريحتها جدا. حبه البركه اهي كمان. وكمان عندنا لبان دكر. ولبان الدكر ده يعني ريحته جميله جدا، وكمان في نفس الوقت بيطهر البيت. ادي لبان الدكر. طبعا عايزه تطحنيه مفيش مشكله، مش عايزه تحطيه زي ما هو مفيش اي مشكله، تمام. وكمان عندنا ملح بحر او ملح خشن، يعني لو ما لقيتيش ملح بحر ممكن تحطي ملح خشن، بيبقى افضل يعني، بس الملح البحر بيبقى افضل يعني. اهو انا ما لقيتش طبعا ملح بحر، ده ملح خشن اهو. وهبخر بيه الشقه بين الظهر والعصر. تفتحي الشبابيك كلها وتبخري. ريحه حلوه جدا، ريحته طبيعيه وجميله جدا جدا. وطبعا وانت بتبخري بتقرأي آية الكرسي والأربع آيات الأولانيين من سورة البقرة، وخواتيم سورة البقرة، وبتقرأي المعوذتين وقل هو الله أحد وسورة الزلزلة وقل يا أيها الكافرون. بفضل الله سبحانه وتعالى البيت إن شاء الله يبقى هادي، وبإذن الله ربنا يكفينا شر كل مؤذي ومؤذية وكل ساحر وساحرة، ويجعل كيدهم في نحرهم. وتدعي اللهم أدر دائرة السوء على كل من آذانا وظلمنا وحسدنا وسحرنا. الناس دلوقتي بتحسد بعض على النفس، فربنا يعافينا يا رب ويكفينا شرهم. وتعالوا نحاربوا الحاجة دي بالوصفات النبوية وبالقرآن والسنة، بعيد عن الدجل والشعوذة. تعالوا نشوف كده. أنا كنت عاملة فحم وهحطه معاكم. بصوا كمان أنا عندي ورق صدر كنت محتفظه بيه في الفريزر، ورق صدر اخضر اهو، تقدري تستخدميه لو لو تقدري تجيبيه يعني صدر مطحون. بصوا ورقه الصدر شكلها ايه، فيها 3 خطوط دول. لو ما لقيتيش فيها ال3 خطوط دول، ده مش ورق صدر، دي ورقه الصدر اهي الاصليه. هتحطي 7 ورقات. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3 4 5 6. نجيب واحده ثانيه. ادي 7 ورقات. هحط بقى الفحم وهنطهر البيت وهنبخر البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربنا يبعد عنا كل اذى وكل سحر وكل حسد وكل حاجه وحشه ان شاء الله. انا اهو انا بس كده نجيب المبخره بتاعتي بقى، معلش على قديمه، ما عنديش بقى المبخرات بتاعت اللي طالعه دلوقتي دي، ماشي. انا بحب بقى المبخره دي صراحه، يعني بحبها، يعني بحسها كده بترجعنا الايام زمان والبركه. يعني ساعات ما طلعوا المبخرات بتاعت الاستانلس والكلام ده، وانا حاسه ان هي منظره على الفاضي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نحط بقى كده ونسمي بفضل الله. بخري. نحط ورق الصدر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه تحفه يا جماعه. ورقه الغار هحط واحده، تمام. هحط لبان الدكر كمان عليها اهو.
وشويه حبه البركه. ويلا بينا بقى ايه نبخر البيت. جربي الوصفه دي، لو عندك اي حاجه مستعصيه عليكي، ولادك، زوجك، الرزق قل، جربي الوصفه دي بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا هيعافينا.